يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. اكيد انا عايز اتشاف، عايز محمود يقول لي ايه ده الجزمه دي حلوه، بس انا ما ينفعش اجيبها عشان محمود بس. شكرا يا مان، شكرا. تفضل طول عمرك في لوب، لان الاخرين شبهك، شبه البورصه اب وداون. في ناس النهارده راضيين عليك، بكره مش راضيين عليك، حسب مصالحهم. ازيك يا مهاب، عامل ايه؟ الحمد لله. مهاب، لو محدش هيعرف انت عملت ايه في حياتك هتعيش بنفس الطريقة؟ سؤال صعب. لا، هعيش بطريقه اجرأ حبه، هعمل اللي في دماغي، مش هفكر في الحاجه مرتين، لان معظم كلامي ممكن يزعل ناس كتير. يعني انا بقول 60% من الحقيقه اللي جوايا. طب سؤال اعمق شوية، هل الشغل اللي بتدفع فيه عمرك يستاهل العمر اللي بيتدفع فيه؟ لا، في شغل في الدنيا يستاهل، حتى لو بتقبض كام يستاهل العمر اللي بيضيع فيه، لان احنا عايشين في مجتمع رأس مالي، فاحنا بنتماهى بس، يعني ما عندناش حل تاني. بس ما فيش شغل في الدنيا يساوي اي وقت بتضيع فيه غير شغلك على نفسك واجتهادك على نفسك ان انت تكون بني ادم واحد. هل احنا فعلا عايزين نبقى اغنياء ولا عايزين بس نبطل نحس ان احنا اقل من غيرنا؟ حتة الغناء دي معظم مطالب النجاح، الناس اللي بتطلب نجاح بتبقى هدفها تحرر من حاجات بتوجعها، مش النجاح في حد ذاته. يعني هو لو ما كانش في المجتمع اللي هو قاعد فيه، كان ممكن يبقى هدفه ان هو يبقى قاعد على البحر ويدور على السلام. بس المجتمع جزء كبير من طموحاتنا واحلامنا بيبقى مبني عشان نتحرر من السجن اللي هو حطينا فيه. ماشي، رد حلو. طب امتى الواحد يعرف انه بيتمسك بحاجة عشان بيحبها، وامتى عشان خايف يبدأ من جديد؟ في مقولة كده، مش فاكر طبعا الكتاب، بس بيتكلم الطريق يعرف بالخطوات وليس بالتفكير. ودي مشكلة أخدت وقت كبير قوي عشان اكتشفها، ان احنا مهما قعدنا نفكر في الشغل ده هيبقى عامل ازاي، علاقتي بالإنسانة اللي أنا بحبها هتبقى عاملة ازاي، الطريق يعرف بالخطوات وبالتجربة. فدماغك بتسحلك في سيناريوهات 90% منها مش هتحصل، و90% منها مخاوف برضه. النجاح انك توصل ولا انك تكون مبسوط وانت في الطريق؟ نجاح ان انت توصل ولا تكون مبسوط في الطريق. بص، النجاح تعريف نسبي بيختلف من شخص للآخر، بس السؤال اللي انت محتاج تسأله لنفسك وانت ماشي في الطريق، انا بنجح عشان حياتي تبقى احسن ولا عشان عايز اثبت للآخرين ان انا احسن؟ فلو انت فضلت في الاتجاه التاني مش هتبقى سعيد، لان انت كل ما تثبت ان انا قادر اجيب العربية ده وقادر اجيب اللبس ده، هيطلع حد اغنى منك افشخ منك، فالعملية نسبية. اعتقد سؤال اخير. سؤال اخير بقى، كل حاجة بنعملها عشان نفسنا فعلا ولا جزء كبير منها عشان نثبت لحد حاجة؟ جزء كبير من فعالاتنا وافعالنا بتبقى رد فعل على مخاوفنا، ما بتبقاش الحاجة اللي انت عايز تعملها بالظبط. بتبقى فيها حاجة اسمها اثبات للاخرين. الناس اللي بتروح الجيم هو عايز يعمل صحة، بس هو في نفس الوقت عايز يتصور وعايز يكومونيكيت، ولا ضرر، لا ضرر خالص ان انت يبقى في احلامك محاولة اثبات للناس، عادي وكلنا عايزين ده. بس الضرر ان انت تبني احلامك على موضوع الاثبات، وهنا فرق بسيط. عادي جدا ان انا لما اعمل حاجة اكيد انا عايز اتشاف، عايز فاليديشن، عايز محمود يقول لي ايه ده الجزمة دي حلوة، بس انا ما ينفعش اجيبها عشان محمود واتعب عشان محمود، لان محاولة اثبات للاخرين هتفضل طول عمرك في لوب، لان الاخرين شبهك، شبه البورصة اب وداون. في ناس النهارده راضيين عليك، بكره مش راضيين عليك، حسب مصالحهم بس. شكرا. شكرا يا مان، شكرا.